الفن الرابع التي كانت السبب في حضور هذا المهرجان الرائع لكي يكرس لمبدأ أساسي ومهم، ألا وهو تخليد لآلة قديمة وعتيقة تغنى بها العرب، ألا وهي آلة العود. هذه الجمعية اليوم في دورتها الرابعة تحتفي بآلة العود. نظمت مهرجانا مدته أسبوع في مختلف المجالات التي لها علاقة بآلة العود. ونحن اليوم في هذا المركب الجميل، مركب عين الشق تابع لمقاطعة عين الشق، جئنا لنستمتع بمجموعة من الأشخاص الذين يعزفون على العود. هذا العود الذي هو عبارة أصله خشب ولكنه يطرب الإنسان. وبصفتي كذلك طالب بالمعهد الموسيقي الكائن بشارع باريس، أتابع دراستي الموسيقية وكذلك أتابع دراستي بالنسبة لآلة العود. فهذه المناسبة فعلا مناسبة عظيمة، لأنها ستقربنا لا محالة إلى آلة العود. قصد التعرف أولا على الأشخاص الذين يبرعون في آلة العود ويطربوننا بهذه الآلة الجميلة الرائعة التي امتدت منذ قرون، ليست بالبارحة أو اليوم. هذه الآلة يعرفها الإنسان العربي منذ زمن بعيد، وكذلك بعد أساس كالترك. فنحن كعرب لنا ثقافتنا، وثقافتنا هذه تتجلى في الحفاظ على الآلة. أنا أشكر مرة ثانية جمعية الفن الرابع التي ما زالت تحتفظ بهذه الآلة وتخلد ذكرها حتى يتسنى للجميع معرفة آلة العود. فلدي الشيء الكثير، وحتى لا أطيل عليكم كنحاول نحيي جمعية الفن الرابع على المجهودات الجبارة التي قامت بها خلال مدة ديال أسبوع لتعريف بآلة العود. وشكرا. في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.